هل اللي بيلبس سماعة مثلا في طفل أو كبير بيفضل لابسها إلى ما لا نهاية، ولا دي بتبقى مؤقتة والسمع بيرجع تاني، ولا إيه؟ هو للاسف لحد الان علاج ضعف السمع الهيرنج ايد لازم سماعه. بس خلينا نلفت نظر الناس في حاجه، اللي هو الاطفال اوريدي. نرجع لموضوع الاطفال تاني شويه. الطفل اللي اوريدي خلاص انا عرفت اللي هو عنده ضعف سمع ومحتاج سماعه وهو صغير، مش هينفع بنسبه كبيره ليه سماعه داخل الاذن حتى لو نسبه ضعف السمع بتاعته بسيطه. تمام. ليه؟ لانه هو اوريدي في مرحله نمو لحد سن 12 سنه 13 سنه. هو كل ما هيكبر اوريدي برضك شكل القناه السمعيه هيتغير، فده هيبقى محتاج منه ولي الامر يعني اللي هو يعمل لنا زياره تقريبا كل 6 شهور عشان نغير شكل الكفر بتاع السماعه اللي جوه الاذن علشان هو في مرحلة لسه النمو. النمو. تمام. فطبعا ده هيبقى تكلفه كبيره جدا على ولي الامر اللي هو كل 6 شهور يغير شيل السماعه. ده تكلفه كبيره، فاحنا بننصح اولياء الامور ان هو يلبس سماعه ورا الاذن لحد سن 13 سنه او 12 سنه. بعد ما يبقى بنسبه كبيره اكتمل موضوع النمو، لو نسبه الضعف بتاعته بسيطه وينفع ان انا البسه سماعه داخل الاذن، ساعتها بلبسه سماعه داخل الاذن. اللي لبس سماعه او اللي عنده ضعف سمع اوريدي خلاص هيفضل لابس سماعه اوكي على طول، مش هينفع يقلع سماعه، لان لو قلعها يبقى انا كده ما بحافظش على نسبه الضعف اللي عندي. انا كده بهمل في نسبه الضعف اللي عندي تمام. وهتزيد نسبه الضعف.